السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بألف صحة وخير. مبدئيا كده أهلا بيك في الدرس الأول في كورس البيع من الألف للياء. صدقني أنا مبسوط جدا جدا إنك أنت معايا هنا دلوقتي، لأن أنت كده بدأت تاخد أول خطوة في مجال أو في مهارة هي تعتبر أهم مهارة في 2025 ممكن تتعلمها، وهقول لك كل حاجة بالتفاصيل ليه أنا بقول كده. مبدئيا لازم تبقى فاهم إنك أنت سواء سيلز أو لسه عاوز تتعلم المهارة دي لأول مرة، فأنت هتخرج من الكورس ده مستفيد لأن إحنا هنناقش الكورس من كل الجوانب بتاعته، سواء لأي حد لسه بيبدأ أو أي حد حتى لو كان عنده خبرة. هنتكلم عن الاستراتيجيات كمان الجديدة اللي هتفيدك بشكل كبير جدا عشان توصل من بائع عادي جدا لبائع محترف وقوي جدا جدا في مجال. عايزك تبقى فاهم إن إحنا الكورس بتاعنا مش مجرد كورس هيعلمك البيع، لا بالعكس، كمان ده هيفتح لك ابواب وفرص لحاجات كتير جدا ومجالات كتير جدا موجوده في السوق. لان في نقطه انت لازم تبقى فاهمها: مفيش اي مؤسسه موجوده النهارده مش محتاجه سيلز. واهم نقطه هتطلع منها من الكورس دوت انك هتتعلم ازاي تكسب ثقه العملاء وتبني لنفسك فاليو حقيقيه في السوق ليك انت كسيلز. صدقني الفرق ما بين اللي بيقف مكانه وما بين اللي بيحقق مبيعات ضخمه على ارض الواقع بيكونش بس في الموهبه، الفرق بيكون في المعرفه والطريقه الصحيحه اللي تخليك تعمل سيلز قوي جدا على ارض الواقع. عشان كده كل المعلومات دي في الدرس الأول هتكون بعد الانترو. أنا بعمل اللي بعمله ده علشان أسيب أثر، يمكن كلمة تغير حياة، يمكن لحظة تبني إنسان، والنية دايما رضا ربنا وبس. في نقطة محتاجك تكون فاهمها وواعي ليها جدا قبل ما ندخل في الدروس بتاعة الكورس دوت، واقول لك احنا هنعمل ايه بالظبط في الكورس ده. عاوزك اول ما كلمة سيلز تيجي في دماغك تاخد الفكرة التقليدية عن السيلز، الشخص اللي بيجري ورا الناس عشان خاطر يبيع لهم والنبي اشتري مني دوت والكلام الجميل ده، وفكرة ان انا بزن على العميل. الموضوع ملوش علاقة بكده تمام، الموضوع ليه علاقة حرفيا بمهارة حياة انت محتاجها في حياتك اليومية. صدقني كل واحد فينا بيبيع حاجة من غير ما ياخد باله. حضرتك انت بتبيع فكرتك، حضرتك انت بتبيع وقتك، بتبيع نفسك انت شخصيا اصلا في اي انترفيو عشان خاطر الاتش ار يقتنع بيك اساسا. عشان كده لو اتقنت البيع انت هتعرف توصل لكل الناس وهتقدر تقنعهم بسرعة وتحقق اهدافك بشكل اسرع بكتير. عشان كده الشخص اصلا اللي عنده المهارة بتاعت البيع بيعرف يتفوق حتى لو كان دكتور وملوش اي علاقة خالص بمجال البيع. وتعالى كده نروح للسوق نبص بصة كده على نوعين: عندك البائع التقليدي وعندك البائع المحترف. البائع التقليدي دوت غالبا بيقعد يستنى العميل يجي له لحد عنده، اما البائع المحترف ده احنا بنطلق عليه في المجال بتاعنا بائع القيمه او السيلز اللي بيبيع فاليو قويه. دوت اهم حاجه بيركز عليها انه بيخلق فرص لنفسه، وكمان بيبقى من ضمن اولوياته ان يحل المشكله فعلا للعميل، وبيخلق احساس عند العميل ان العميل نفسه بيكون محتاج المنتج ده حرفيا عشان يحل له مشكله ما عنده. وخليني اقول لك على حاجه مهمه جدا عشان تبقى فاهم برضو معايا احنا هنمشي في ايه بالظبط. احنا الكورس بتاعنا ده هيتقسم على 3 مراحل، وهقول لك كل درس هندرس فيه ايه. يعني مثلا خلينا نتكلم عن اول مرحله وهي الاساسيات. بص يا سيدي، الاساسيات احنا هنتكلم في الدرس الاول النهارده بالذات هنركز على النقطه دي. هنتكلم عن البائع التقليدي وبائع القيمه. الدرس الثاني هنتكلم عن ازاي ان انت تفهم العميل والسوق. رقم 3 او الدرس الثالث هنتكلم عن ازاي يكون عندك مهارات تواصل قويه وتقدر تقنع العميل اللي قدامك. الدرس او سوري بعد كده هندخل على المرحله الثانيه وهي بعنوان التطبيق العملي. هنبدا ان احنا ندرس في الدرس الرابع عمليه البيع من اول التحيه لحد الكلوزنج. بعد كده هنخش على الدرس الخامس وهنتعلم فيه ازاي ان انا اقدر اتعامل مع الاعتراضات بتاعت اي عميل. طيب بعد كده هندرس في الدرس السادس بناء الثقه والعلاقات الطويله، ازاي تبني ثقه مع العميل وعلاقه طويله جدا بحيث ان العميل يشتري منك بدل المره كذا مره وتبني ولاء للبراند بتاعك اصلا. بعد كده هنخش على الدرس السابع هيكون بعنوان أسرار البيع عن طريق الموبايل وكمان المبيعات الأونلاين. بعد كده هنخش على المرحلة الثالثة ودي هتبقى بعنوان الاحتراف والتطوير المستمر، ازاي فعلا تكون شخص محترف في الكورس من خلال الكورس ده وتكون محترف في السيلز. هنتكلم في الدرس الثامن عن استراتيجيات زيادة المبيعات وتحقيق الأهداف. اوكي، بعد كده هنتكلم في الدرس التاسع عن ازاي تستغل الاي اي او الذكاء الاصطناعي وادوات المبيعات الحديثة وتطبقها على شغلك. والدرس العاشر والاخير ازاي هقول لك بعد كل ده تبني البراند الشخصي بتاعك كبائع عنده قيمة. زي ما انت شايف الكورس ده متقسم بطريقة تخليك تبدأ من اول الاساسيات لحد ما تبقى بائع محترف او سيلز محترف في السوق، وكل درس فيه قيمة حقيقية تقدر تطبقها فورا. خلينا بقى ندخل في موضوع الدرس بتاع النهاردة وهو الفرق ما بين السيلز التقليدي والسيلز المحترف.
خلينا الاول نعرف هو يعني ايه اصلا ومين هو البائع التقليدي او السيلز التقليدي. بص، دايما هتلاقي البائع التقليدي هو بيعتمد على الكلمه الجاهزه، ودايما بيستنى العميل يتحرك وهو اللي يجيله. دايما تلاقيه الشخص اللي دايما بيشتكي من ظروف السوق وان المبيعات قليله، عمره ابدا ما بيهتم باحتياج العميل الحقيقي، هو كل همه ان هو يعمل مبيعات وخلاص. ويمكن الشخص او النوع ده هو اللي بيبقى السبب في الصوره اللي بتبقى متصدره عن ان السيلز هو راجل بيبقى جاي عايز يكلفتك وخلاص، وعايز ينصب عليك عشان يلبسك المنتج. وده مش حقيقي تماما، بالعكس السيلز شغلانه فيها قيم قويه جدا لو فعلا انت همك العميل. على النقيض، خلينا نروح للبائع المحترف ونشوف بيعمل ايه. البائع المحترف او بائع القيمه دايما بيبقى مركز مع مشكله العميل وبيسمعه كويس جدا، وفعلا بيكون صادق معاه وبيقول له ازاي المنتج او الخدمه اللي بيبيعها هتحل لحضرتك المشكله اللي انت فعلا بتشتكي منها دي. مهم جدا لو خدت قرار انك تشتغل في المجال ده، تبقى الاولويه الاولى عندك ان انت بتشرح للعميل ايه السبب اللي يخليه يشتري المنتج ده، وازاي انت ايفت مشكلته وحلها ان المنتج ده هو اللي هيحلها له. يعني خليني مثلا اديك مثال على ارض الواقع. تعال نفترض مثلا انت النهارده بتبيع كورس. هتلاقي البائع التقليدي دايما بيقول ايه؟ احنا اتفقنا ان هو بيبقى كل همه ان هو يبيع المنتج وخلاص، فهتلاقيه بيقول للعميل حضرتك اشتري الكورس ده. طب يا ابني انا هستفيد ايه من الكورس ده؟ فبدل ما تقول كده قول حضرتك الكورس ده هيساعدك ان حضرتك تطور مهاراتك فتكسب من خلاله 3 اضعاف المرتب اللي انت بتقبضه حاليا لو طبقت كل حاجه فيه. شتان كبير جدا ما بين الاسلوب ده والطريقه دي طريقه توجيه ناحيه مشكله عند العميل ومساعده ليه، ودي طريقه واحد عايز يبيع بس وخلاص. ولو سي مثلا اتكلمنا عن واحد بيبيع منتج، هتلاقيه بيشرح ازاي المنتج دوت بيحل مشكله العميل او يوفر له وقت وفلوس. عشان كده الفرق العملي ما بين الاثنين، البائع التقليدي بيركز على المنتج، اما البائع المحترف او بائع القيمه هو بيركز على العميل نفسه. البائع التقليدي بيبيع مره، اما البائع المحترف او بائع القيمه هو بيبني ولاء مع العميل، فبيبيع مره واثنين وثلاثه، ومش بيبيع للعميل بس، ده بيبيع للعميل وبيبيع لقائمه معارفه. وخلينا ندخل على تمرين عملي ممكن حضرتك تطبقه معايا، وهسيبك اصلا لحد الدرس اللي جاي وتقول لي الحلول اللي انت حلتها في الكومنتس. عايزك تفكر في اكتر 3 مشاكل مش بتواجهك انت، لا عايزك تفكر في اكتر 3 مشاكل بتواجه العميل، وازاي المنتج بتاعك والخدمه بتاعتك هي بتحل له المشاكل اللي هو بيشتكي منها دي. التمرين ده هيخليك تمشي على الطريق الصح. التمرين ده هيساعدك انك تفكر في طريقة تفكير العميل نفسها، وليه العميل ممكن اصلا يجي يطلب الحاجة اللي انت بتبيعها، لان حرفيا هو كده جه للحل اللي في ايدك، بس محتاج ان انت تشاور له وتاكد له ان فعلا الحاجة اللي انا ببيعها دي هتحل لحضرتك المشكلة الفلانية. زي مثلا واحد بيبيع كورس انجليش. كورس الانجليش دوت لو انت جيت بعته لاي حد كده، هو على فكرة مش هتلاقي حد جاي يقول لك انا عايز اشتري كورس انجليزي وخلاص، بس هتلاقي واحد جاي يقول لك انا مش عارف اعدي من انترفيو بسبب الانجليزي بتاعي مش كويس، انا مش عارف ازود مرتبي عشان خاطر الانجليزي بتاعي مش كويس. لو انت اتكلمت معاه وفهمت هو فعلا بيشتكي من ايه، هيبقى بالنسبه له كورس الانجليزي او الحاجه اللي انت بتبيعها هو فعلا محتاجها. فالنهارده لما اجي اكلمك عن واحد زي مثلا بيبيع كورس انجليزي، والله حضرتك ده هيساعدك انك تعدي من الانترفيو، هو بقى بالنسبه له شايف ان الانترفيو ده التارجت، وبالنسبه له الوسيله اللي هتعديه من الانترفيو ده هو الكورس اللي في ايدك اصلا. لحد هنا ده كان اول درس من الكورس، واللي اتعلمناه عن البائع التقليدي وبائع القيمه هيعرفك بشكل قوي جدا ازاي تبني المينتاليتي بتاعتك انك تروح للاتجاه بتاع بائع القيمه مش بتاع البائع التقليدي. الدرس اللي جاي بقى ان شاء الله باذن الله احنا هنتعلم فيه مع بعض ازاي نفهم العميل والسوق، وده هيديكوا اداه قويه جدا هتساعدكم ان انتوا تقدروا تطبقوا اللي اتعلمتوه. ومهم جدا بالنسبه لي ان انت تطبق التمرين بتاع ال3 مشاكل اللي بيواجهوا العميل اللي قلت لك عليهم من شويه، عشان خاطر قبل ما تشوف الدرس الجاي تبقى واخد معايا خطوه لقدام. واستنى باقي الدروس اللي جايه، وعايزك تبقى فاهم حاجه مهمه جدا، ان البيع عمره ما كان حظ، وعشان تقدر تنجح فيه هي مهارة زي أي مهارة محتاج تتعلمها وتتقنها عشان خاطر تقدر تنجح بمنتهى القوة في المجال. ولو عاوز تعرف أكتر عن الكورس دوت وتتابعه، محتاج تتأكد إنك عامل سبسكرايب للقناة ومفعل زر الجرس عشان أي درس جديد ينزل في قلب بلاي ليست كورس البيع من الألف للياء يوصل لك أنت أول واحد. وكمان في كذا بلاي ليست ليها علاقة بالكلوزنج وليها علاقة بالفولو أب وليها علاقة بالمبيعات وأخطاء المبيعات، محتاج تشوفها. الشورتات اللي هتشوفها في البلاي ليست دي
هتساعدك ان انت تفهم اكتر الكورس ده. انا عامل حاجه بتكمل حاجه عشان خاطر اوصل لك الفكره بنسبه 100%، لان الهدف من الكورس ده انك انت تكون بائع قيمه قوي جدا جدا في السوق. وعاوزك تسيب لي في الكومنتس الثلاث مشاكل اللي احنا اتكلمنا عنهم من وجهه نظرك اللي بيقابله العميل الخاص بتاعك انت. واوعى تنسى شعار القناه، خلي الرساله توصل لك، خليها توصل للعالم. انا محمود أدري، اشوفك الفيديو اللي جاي.